حتى من أجي بسفر وأنا بهذا الزي أنزل على رجلها أسجد أبوسها. تقول لي ما يصير أمي أنت خادم الحسين. أقول لها لا أنت أمي، أنت أمي، وأنا ما تأخذني بالله لومة لائم، وين ما كان أسلم عليها ما أبا، هاي أمي والله يقول لي حبها واحترمها. فأبوسها من رجلها. وفي يوم من الأيام اجيت من الحج من مكة، فهي طلعت استقبلتني للشارع العام، خرجت وهي مريضة عمرها أكثر من 80 سنة، خرجت إلى الشارع العام تنشد شعر وهي تستقبلني وأنا جاي من مكة. أنا أصغر أولادها، عندها 8 أكبر مني، أنا أصغر واحد بيهم. طلعت للشارع تستقبلني، فأنا لا أبالي وأنا جاي من مكة شفت أمي وجاي من الحج فسجدت على رجليها. أكفرت صديق كان وياي، هو ساعدني في حمل الحقائب للبيت. أنا من قمت من أمي بعد ما شفته بعد 2 3 ما أشوفه. بعدين قلت له أنت وين رحت؟ قال سيد أنا احتقرت نفسي. قلت له ليش؟ قال أنا أمي صار شهور وسنين ما حاكيها ولا أعبرها، وشفتك سويت هذا الفعل بعد ما قلت تكون أنا موت أحسن. رحت صلحت حالي، بعد صلحت حالي مع أمي. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الإعراق.